دعونا نكون واضحين منذ البداية. مركز الظهير الأيمن في المنتخب لم يعد مجرد موقع في الملعب، بل أصبح معركة حقيقية بين أسماء كبيرة، وكل واحد يريد إثبات أنه الرقم واحد. فحين غاب أشرف حكيمي عن مواجهة تنزانيا، لم ينتظر الركراكي كثيرا ليكشف أول خيار في حساباته: نصير مزراوي في الجهة اليمنى. والأمر لم يكن صدفة، فمزراوي بنفسه أعلن مرارا في تصريحاته مع مانشستر يونايتد أنه يريد العودة لهذا المركز ويراه الأنسب لقدراته. لكن هنا تبدأ القصة وتزداد إثارة، وهو السؤال الذي طرحه الصحفيون مباشرة على الركراكي خلال الندوة الصحفية الأخيرة: أين الهلال من كل هذا؟ لاعب إسبانيول الذي كان يمكن أن يكون الحل الجاهز في هذه الفترة، لماذا تم إبعاده عن المشهد؟ هل هي قراءة تكتيكية؟ رسالة انضباطية؟ أم أن الركراكي يرى مستقبل الرواق الأيمن محصورا بين حكيمي ومزراوي فقط؟ ما نعرفه مؤكدا هو شيء واحد: المنافسة اشتعلت، والاختيار القادم لن يكون سهلا على الإطلاق.